الزرار ده مش زرار عادي. بالنسبة لجراح التجميل جوه العمليات ممكن العملية تقف على الزرار ده، خصوصا لما يكون حد جاي عنده قطع في الوتر، سواء الاكستنسور او الفليكسور، القابض او الباسط، وجاي من المنبت بتاعه مقطوع، فيكون يا جيرسي يا ملت. في الوقت ده بنحتاج الزرار الجميل ده عشان نكمل العملية ممكن تقف عليه. طب لو ما لقيناهوش نعمل ايه؟ ناخد زرار البدلة يعني بتاعت، لا البدلة غالية. طب نعمل ايه؟ ساعتها ممكن تجيب ازازة محلول ملح اللي عليها الغطا ده، وتاخد الغطا ده يا صديقي، هو ده هيكون المفتاح بتاعك. اي بلاستيك انت ان شاء الله، ممكن البلاستيك بتاع الازازه نفسها، هتقول لي لو كانت جايه من غير البلاستيكه دي، هي طبعا كل ما كانت شديده كل ما هتساعدك اكتر. ممكن تاخد البلاستيكه دي وتربط عليها، تخرم 4 اخرام او خرمين وتربط عليها الخيط بتاعك، علشان يساعدك في عمليات الملت والجيرسي. مش عشان الكتاب جه وقال لك زرار فانت بقى تقعد تدور هو فين الزرار، انا مش لاقيه، اعمل ايه، اخد زرار البدله بتاعي. لا يا صديقي، في حلول كتير. احنا عايزين حاجه تكون ناشفه اقدر اثبت فيها الخيط بتاعي، عشان بعد كده، بعد شهر او شهر ونص، نقدر ان احنا نفكه والعيان يرجع لحياته بدري جدا. تقوم انت توقفه على زرار مش لاقيه وتديله زرار البدله بتاعك. فكر، الحاجات اتعملت من حاجات بسيطه. العبره مش الغالي والرخيص ده، لدرجه انا عايز اقول لك ان في يعني بتاع مستلزمات طبيه قال لك الزرار الطبي لعلاج الجرسي والملل. يعني اي بتاع في البتنجان بنبيعه. نعبي الهواء في ازايز، بلاش كده. يعني انت عارف حاجه تانية انا هقولها لك عن الترقيع في الفيديو اللي جاي، هتتفاجئ منها. بس افتكر، لو انت اتزنقت في الزرار في حاله جرسي او ملل، معاك ازازه محلول بتاعتك او ازازه سرنجر وانقذك.